ثري الصحف والمواقع أو مواقع التواصل الاجتماعي بعد العثور على مبلغ 70 مليون دينار عراقي فضلا عن عملات أجنبية بحوزتها. الغريب في الأمر أن المتسولة لم تنعم بما جنت من أموال بسبب موتها المفاجئ. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح هذا اليوم بخبر وفاة امرأة متسولة خلفت وراءها تركة قدرت بأكثر من 70 مليون دينار عراقي مع حفنة من الدولارات والعملات الأجنبية. قيادة شرطة النجف الأشرف والتي سبق أن أعلنت عن الخبر امتنعت عن التصريح بدعوى أن الوفاة طبيعية ولا جريمة في الأمر. يعني أبسط شيء قبل كم يوم جت وحدة هنا صرفت 80,000 دينار خلال ساعة زمان الصبح، صرفت لها وأعطيت اياها براسي ومدلتني وياي. فيجي انا سويت واحد قلت له ايش قلت لها تحصلي؟ قالت لي حصلوا 100 250 300. واكو واحد من جانب قال لي انا شريت ساعتين زمان وحصلت 80,000 دينار. من جانب آخر تجولنا في شوارع مدينة النجف الأشرف لرصد بعض حالات التسول، لكن فترة الظهيرة حالت دون ظهور المتسولين إلا حالة واحدة رصدناها، لكن المتسولة لاذت بالفرار. هي هاي صار الشبكات هنا عندنا، يعني تجي سيارة ذب هنا مرة هناك مرة هناك مرة وبالليل جاي يلمهم، يعني شغلة لا حضارية ولا أصلا بينا الناس بالخص لهالبلد. احنا اول شيء بلد غني مو فقير، بس هاي صارت تجاره. هي يوميتها تقول لك 300 400 الف دينار، انا احسن اشتغل غير الشغله. ويروي مواطن آخر عن مشاهدته لجهد حكومي لمعالجة هذه الظاهرة، لكن للمتسولين أساليب أكثر مكره. لأن يجي الساعة ب6 الصبح يلحن الساعة حوالي بدها على 11 ونص، لا الظهر ولا 11 ونص، الساعة بثنتين 2 ونص يجن، ما يلحن منا إلى قريب المغرب. بس السيد لؤي المحافظ الرجال واحد احشاء امانة الله هو مدير الشرطة دائما يفترضون عليهن، دائما ما يخلوهن، بس اذا ماكو فائدة حتى من يجوهن النجدة منا يبدأ منا تروح النجدة عنهن يجي يطلعن. لقناة العراقية نيوز منتظر الشريفي، النجف الأشرف. في ختام نشرتنا نذكركم بالعناوين.